وادي الطاقم التحكيمي بقيادة السيد المالكي اللي بيدير أحداث هذا اللقاء. ادي مصطفى شوبير، بينما تشكيلة فريق الملعب التونسي لهذا المساء: آدم عروس، اسكندر صغير، مروان صحراوي، 3 مدافعين، والورجاني اللاعب موجيشة نص ملعب مع اللاعب نداو، اللاعب أمس نداو، ريان اسماعيلي ويوسف توريه، بالاضافه لخميلي. على طول الكره تاني وسط الملعب ناحيه اللاعب نداو، كره طويله اماميه ترجع على طول لدفاعات فريق النادي الاهلي. انطلاق على طول 8 اغسطس القادم باذن الله تعالى. تمشي على طول الكره لصالح الملعب، كره اماميه طويله خطيره ممتازه، محاوله على طول تاني شوبير يطلع، يا ولد يا شوبير، ممتازه ممتازه مصطفى شوبير، لكن في تسلل لصالح النادي الاهلي، في تسلل. يمشي قفشه يسلم على طول كورته تاني فريق الاهلي، الكره الطويله الاماميه، لكن يقطع تاني دفاعات فريق نادي الملعب التونسي وركله حره مباشره. ملعب التونسي الاهلي على طول قفشه، يمشي قفشه يلعب الكره الطويله الاماميه، لكن سلم على طول الكره الثاني موجيشه، يلعب على الدايره موجيشه هو واللاعب نداو. انطلاقه للاهلي ثاني ممتازه خطيره جدا، محاوله اهلاويه، محاوله الكره العرضيه ثاني لكن تطول خط الخلفي. اهلي بيج نيم طبعا، اسم كبير جدا في الكوره. ترجع على تمشي على طول الكره ثانيه يساريه لصالح الاهلي عن طريق طاهر، يلعب لهاني، انطلاقه لطاهر، محاوله العرضيه ثاني ممتازه، يحاول يعدي، ادي الانطلاقه مره اخرى ثاني على طول لصالح فريق النادي الاهلي. الكرات العرضيه ملعوبه خطيره ممتازه، فرصه هدف اول. الهدف الاول لصالح النادي الاهلي، يتقدم الاهلي عن طريق محمد شريف، ماكينه اهداف، لعيب كبير طبعا محمد شريف. ادي محمد شريف نجم من النجوم الكبيره جدا، صفقه الانتقال الحر انتهاء عقده مع فريق الخليج السعودي، ياتي طبعا الى الحبيب الكبير طبعا هو النادي الاهلي. ادي محمد شريف يعول عليه النادي الاهلي طبعا بعد اسامه ابو علي ووجود جراد شار. هنشوف الشريف، لكن شوف العرضيه ملعوبه حلوه قوي جميله من طاهر محمد طاهر، وعلى طول بالاحساس العالي يحط الكوره بوجه القدم اليساري بالنسبه لمحمد شريف، ويسجل اول هدف اللقاء لصالح النادي الاهلي. اذا محمد شريف، يا كره ثاني في نص ملعب الاهلي، لمسه الاماميه مجموعه الشباب اللي جايه، انطلاق على طول ثاني خطيره جدا بالنسبه لصالح الملعب، محاوله انطلاقه اماميه لكن على طول يقطع ديسكارو. ورابع المحطات هي مباراه اولى وديه، تمشي على طول الكره ثاني في الناحيه اليمنى، محاوله من محمد شريف، يا ولد لعيب عمل العرضيه لكن تروح الكره ثاني خطيره، محاوله تصويبه لكن يطلع دفاعات الملعب التونسي. مباراه حلوه جميله مفتوحه على كل الاحتمالات في اول 12 13 دقيقه مع انطلاقه الشوط الاول من هذا مره مباشره لصالح النادي الاهلي. ادي الخطا بن شرقي والركله الحره مباشره على طول بن شرقي، تسديده تخبط على طول في الحيطه التونسيه ويرد على طول ثاني فريق الملعب التونسي. انطلاقه للملعب التونسي، تتسلم على طول الكره ثاني في وسط الملعب لكن يطلع النادي الاهلي كاسم كبير وكفارس للقاره السمراء بشكل كبير جدا. تمشي على طول الكره اقصى اليسار، انطلاقه اهلاويه، محاوله ثاني على طول اللي جايه والمكان مفتوح من اول خط المرمى لحد الثلث الامامي للثلث الامامي، اللي هيثبت نفسه هيكون موجود وحاضر مع التشكيله الاساسيه. تمشي على طول الكره ثاني اهلاويه، ودي الكره العرضيه ثاني وحارس المرمى خطيره والهدف ثاني. والهدف الثاني لصالح النادي الاهلي، يسجل الهدف الثاني النادي الاهلي عن طريق محمد شريف. ادي محمد شريف يسجل الهدف الثاني لصالح الاهلي في الكورتين اللي الاهلي راح فيهم سجل فيهم هدفين. ادي محمد شريف لاعب كبير جدا وهداف كبير جدا، يتمنى طبعا يقعد عمره كله مع النادي الاهلي بعد فتره احتراف. الحقيقه محمد شريف قبل بلاء طيب جدا مع الكره السعوديه. ادي على طول محمد شريف والهدف الثاني، شوف تحرك بدون كوره هنا على طول، ودي حارس المرمى كان ممكن ياخدها بايديه الاثنين لكن خدها بايد واحده هنا على طول عاطف تخيلي، وده الاحساس بقى العالي بمكانه هنا بالنسبه للاعب محمد شريف، يسجل الهدف الثاني لصالح النادي الاهلي. اذا محمد المدينه الساحليه الحلوه قوي الحقيقه بالنسبه للاجواء التونسيه الجميله. تمشي على طول الكره ثاني لكن المستويات اللي الاهلي يشارك فيها في سنواته القادمه باذن الله تعالى. تمشي على طول الكره، يعدي عدى من ياسين مرعي خطيره جدا، محاوله ثانيه على طول في منتهى الخطوره، هوبا فرصه هدف تضيع، مش ممكن. اخطر كوره للملعب التونسي، تروح على طول الكره ثاني ناحيه موجيشه لكن تمشي الكوره ثاني رمي التماس، كوره خطيره جدا 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 بعد قرابه نصف ساعه على النادي الاهلي ووسام ابو علي، لكن هي دي حال الدنيا. اصبح محمد شريف الان العين عليه، واصبح جراد شار هو الاخر، وطاهر محمد طاهر وباقي الرفاق حسين الشحات وما شابه، كل دوت مع بن شرقي ومجموعه الاسماء خطيره جدا اهلاويه. والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح النادي الاهلي، يسجل الاهلي عن طريق بن شرقي. عاد اللاعب بن شرقي يسجل هدف ثالث فريق الاهلي بدون تعب في 35 دقيقه لعب، بمعدل كل 10 11 12 دقيقه هدف. يسجل الاهلي ثالث اهدافه في مرمى الملعب التونسي. الاهلي هيلعب اللقاء القادم امام البنزرتي
الاهلي يتقدم عن طريق بن شرقي بعد ما خرج محمد شريف. يسجل الاهلي ثالث اهداف. شوف الكره اتعملت عرضيه على طول هنا بن شرقي، يا ولد لعيب جميله جدا، حاططها من زاويه ضيقه ومحطوطه حلوه قوي. طاهر محمد طاهر على طول في الجبهه الشمال يلعب العرضيه. مشكله النادي الاهلي مشاركه اللاعب مصطفى العش. تمشي على طول الكره طويله مع فريق نادي الملعب التونسي، وترجع الكره ثاني خطيره، محاوله تصويبه لكن عاليه، تسديده لكن عاليه وركله مرمى. هدف. ترجع على طول الكره ثاني صالح الاهلي في الجبهه الشمال، محاوله عرضيه يطلع ثاني على طول مرجيشه. ترجع الكره ثاني تمريره خطيره ممتازه، المحاوله العرضيه ثاني موجوده لكن الحكم يدي خطا وفي تسلل على فريق النادي الاهلي. ادي السيد الملكي بالاجواء السواحليه والاجواء الميه الجميله. تمشي على طول الكره ثاني انطلاقه للاهلي، محاوله يحاول يسجل الرابع لكن يقطع ثاني على طول الدفاع، وتمشي الكره ثاني ناحيه مجيشه، يضغط على كورته ثاني لعيب كويس، يلف على كورته يلعب الكوره ثاني على طول صالح الملعب التونسي. الكرات اللونج باص الاماميه الطويله، محاوله لكن طولت خلاص وبعدت لصالح فريق الاهلي. انطلاقه على طول اماميه، ادي المحاوله لكن على طول الكوره على اساس يحاولوا يحجزوا مقعدهم طبعا او يلفتوا نظر المدرب المدير الفني بالنسبه ليهم في مشوار مهم جدا. ادي على طول تريزيجيه وركله حره مباشره. ادي تريزيجيه واحد من الاسماء المهمه جدا اللي اتت للنادي الاهلي مع محمد علي بن رمضان، مع احمد رمضان بيكم، مع اليو ديانج، مع اللاعب الاهلي. الفريق اللي بيعتمد دايما على المركز الثالث او المركز الثاني له فاشل، لذلك دايما المركز الاول عنوان بالنسبه للنادي الاهلي. على طول اليو ديانج تمشي على يعني اي حد ممكن يثبت نفسه كويس هيكون موجود وحاضر، يكون هناك مدير رياضي موجود. شوف محمد يوسف ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مشواره. تروح الكره ثاني على طول الشناوي، محمد عبد الله سلم على طول الكره ثاني لصالح فريق النادي الاهلي. ادي الانطلاقه حمزه عبد الكريم، وادي المحاوله العرضيه لصالح الاهلي خطيره جدا. فرصه الرابع مش ممكن، فرصه خطيره تريزيجيه، وفرصه في الدقيقه 6 من عمر الشوط الثاني. وادي على طول تريزيجيه لعيب كبير جدا طبعا، اضافه كبيره بالنسبه للقلعه الحمراء. شوف الانطلاقه هنا ممتازه، وادي على طول تريزيجيه كان ممكن الخضراء وبتعسكر هنا في الشمال التونسي، اقصى الشمال التونسي على البحر الابيض المتوسط وعلى حدود الجزائريه يتواجد الاهلي في معسكره الجميل. تمشي على طول الكره الثانيه عن طريق تريزيجيه بوجه القدم الخارجي جميل. فرصه الهدف الرابع، الله الهدف الرابع لصالح النادي الاهلي. محمد عبد الله يسجل، محمد عبد الله. ادي محمد عبد الله اللي بقول لحضراتكم عليه واحد من الاوراق الجميله الجديده مع النادي الاهلي 2005. محمد عبد الله اسماء ممتازه. ادي على طول مع يوسف عفيفي، مع مجموعه اللعيبه الولاد الممتازين جدا اللي بيتمرنوا مع الفريق الاول. في يوسف عفيفي في الاهلي لاعب من اللعيبه الواعده جدا برضه، وادي محمد عبد الله. كل دول مجموعه شباب ممتازه بالنسبه للنادي الاهلي.